بعض الشباب عيال سوق، مع احترامي للمشاهدين، لا ينطبق عليهم اسم رجال. منزوع الشرف، منزوع الكرامة، منزوع الغيرة. يعني ما ينطبق شيء عليه رجال. صدق صداقين. شادي لكم القصة. تواصلت معي احد الاخوات للخاص، يعني حفاظا على انه من ابناء الجالية، ما تشتي تتصل للبوليس ولا بدها يعني تدخله في مشاكل. المهم يا سادة، القصة وما فيها، بعض الاشخاص معاهم مصلحة او يعني عمل يدوي، يقوم مثلا يصلح سيارات، ميكانيك، او بعضهم يقوموا يعني عملهم الكهرباء البيوت، او بعضهم تصليح الثلاجات، او بعضهم تصليح الاستراكشن او البلاط حق البيت، او يعني مهنة يدوية. احد الاخوات ماشي معها حدا هنا، وفي كثير من النساء مطلقات، وفي كثير من النساء ما حدا معاهن، وفي كثير من النساء ازواج في ولايات ثانية يعني ما حدا معاها، احتاجت. وفي ناس كثير معاهم هذا المهن ويقدر الواحد يتواصل معاهم، بس اختارت ابن الجالية على اساس انه اخ، وانه اخوها، ويعني وشرفها، وشيء ينتبه عليها، وشيء يصونها. احتاجت لحاجة تصلحها في البيت او في السيارة او في اي قشيء. فما صاحب الفيديو اللي ذا سمعته تواصلت معه على اساس يأتي يصلح لها هذا الحاجة، لانه من ابناء الجالية، تريد انه يستفيد. واذا كانت مهنته شريفة سوف يتواصلوا الناس مع الناس الثانيين، هذاك فلان وهذا فلان، يحصل له زباين بدل ما يعطل سمعته. المهم يا سادة يا كرام، تواصلت معه يجي يصلح لها الحاجة الفلانية. اتصلت فيه اتصال، جاء صلح لها الحاجة الثانية اللي قالت عليها، تروح. اليوم الثاني، اليوم الثالث بدأ يراسلها بكلام يعني شوية واطي، رومانسية، اسلامي، بدي المهم حاجات يعني رؤوس اقلام، يعني كلام لا يرضي الله ولا رسوله. عيب، عيب، اقسم بالله انه عيب. اعتبرها اختك، اعتبرها زوجتك. وفوق هذا الرجال هذا متزوج، زوجته في البيت، ويظل يغازل البنات ويكلمهن ويراسلهن. يا اخي اذا معك هذا الكلام الحلو او هذا الكلام الرومانسي، اعطه لزوجتك، دلعها، ادلها ورده، كلام حلو، اشتر لها ملابس، ذهبها، دلع زوجتك. ما دام تزوج ترجع لك عن بنات الناس. عيب. اتصلت لك البنية هذا على اساس انك اخ، انك يعني ستر، واحد من ابناء الجالية. لمن شاء ترجع، اذا ما حدا معها في امريكا لمن شاء ترجع. المهم تقوم بمراسلتها، بعدها قالت للبنت لا تراسلني واستح على نفسك، وقع رجال. والمهم من هذه الحكاية، وبزا رقمها وداها لاشخاص ثانيين من اصدقائه. المهم البنت راسلتني وقالت لي وروتني الرسائل. المهم قالت اذا قام مرة ثانية وقشاف المنشور هذا انه سوف يقوم بمراسلتها مرة ثانية، انها راح تتصل في البوليس، وسوف تدي لي رقمه وصورته وتصور المحادثة وتنزلها في الفيديو الثاني بعد هذا، اذا ما يعني وقف عن حده. والله انه عيب، والله انه عيب. اليوم شات راسل فلانه، شيجي يوم راسلوا زوجتك، شي راسلوا اختك. اذا رضيت في عرض غيرك شي رضوا في عرضك. والله العظيم عيب. والله انها لما لا تكلمني لما حرقت وشفت الرسائل. عادها يعني بنت ناس، قالت مشتيش يدخلها في يعني شرايع وحبوس ومحاكم. المهم عيب، استحوا بنات الناس، ما انش لعبه. احفظ بنات الناس، يحفظوا خواتك وزوجاتكم. نصيحة من اخ لا يعني للاخوة، اي واحد واطي ارفع نفسك فوق. وشات تستفيد، راسل زوجتك باردة عاطفيا، نعششها، دلعها، ادلها، اشتر لها، لبسها، ويش اتقع لك رومانسية وكل شيء ما عليك. اذا هي باردة عاطفيا على ما لا تقول، ولا انك تقع جلده ما تديش حاجة وعند بنات الناس تهرها. المهم ان شاء الله ان رسالتي توصل. عيب بنات الناس مش لعبة.
المهم تحياتي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.